السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد مشاركة كهربا في مباراة أمس، المفروض يعني دلوقتي بقى الكل يبقى فرحان. يعني أنا راجل زملكاوي، أنا وفرحان إن هو شارك وتألق كمان امبارح. أنا مش زعلان إن هو لعب، لا هو كويس إن هو لعب وتألق. هو كده أحرج إدارة الأهلي إن هم يدفعوا له المبلغ. أنا كنادي الزمالك أنا ما يهمنيش إنه يلعب، أنا يلعب أو ما يلعبش، ده أنا يهمني إن هو لعب وتألق عشان الأهلي يضطر يدفع له المبلغ ويبقى الكل طالع من الموضوع كسبان. انا هستفاد ايه لما اوقف اللاعب؟ يعني انا هستفاد ايه لما اوقف اللاعب؟ لا، انا هاخد فلوسي واشوف هشتري بقى لاعب ولا اتنين ولا تلاتة، ولا حتى يعني ايه هدفع مستحقات اللعيبه اللي زي الزفت اللي ما بيلعبوش دول. وكان الله يحب المحسنين. اطلع اشتم ليه واطلع اقول هوقفه وهشتكي وهعمل وهسوي و خلاص هو اللاعب مش بتاعي، ولا اللاعب دلوقتي بتاع الاهلي، وانا بينه وبينه نزاع قانوني. انا مصلحتي ان انا اخد الفلوس يلعب يتألق، ده بتاع الاهلي. يا جدعان احنا نفكر شويه، دي كوره. طول ما في خناقه ما بين الناديين الاتنين على لاعب بعينه، والله ما هننفع. حسام حسن الاهلي سابه بتراب الفلوس دلوقتي، ده ما كانت خناقه ما بين الاهلي والزمالك عليه، والاهلي خلصوا ب 40 مليون، وفي الاخر راح سموحه مع لاعب واندفع له فرق كمان. يعني راح بالرخيص. شادي حسين اللي راح الاهلي ده، سامسون بتاعنا احنا، عشان ما هوش احنا بنتكلم على الاهلي بس. سامسون اللي هو لا بيعرف يستلم ولا يعني ايه، لا بيسلم ولا بيستلم. فيا جدعان نفكر كوره، نتكلم كوره، مش نتكلم بتعصب وهعمل وهسوي لا يا عم، انت قسط وخد فلوسك. انت يهمك الفلوس، ما يهمكش اللاعب. يهمك الفلوس، امشي بيها فرقتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.